السلام عليكم، معاكم سيد محمد صبري من جديد. بقى غيب 4 ايام، المهم نبدا الفيديو على طول. بس انت عارف اني غبت ليه؟ غبت عشان الاشتراكات قلت، يعني بقالي كام يوم بتنزل عندي اشتراكات. فيا ريت يعني نشترك يعني في القناه وتدي لايك جميل. ونبدا نبدا يلا بالخبر الاول. الخبر الاول معانا موقع الخبر المغربي. الكاف يوافق على طلب هاني ابو ريده بزياده عدد الانديه المشاركه في دوري ابطال افريقيا 3 انديه ولا زياده في الكونفدراليه الفضائيه. اقول له حاجه يعني كده، خلاصه كل دوت خلاصه ان النادي الاهلي مش هيزود ليه؟ عشان عندك اثيوبيا، كينيا، تنزانيا، اوغندا، السودان، ليه وتشاد بقى، ليه الدول اللي في غرب افريقيا وشمال افريقيا وجنوب افريقيا وكده يعني. عايزه مش عايزه تزود، عايزه تزود عندها. فانت قول كده بالميت هتزود 16 فرقه فوق 16 اصلا اللي عندك. يعني يعني هتبقى 32 فرقه. فانت مستحيل. والاسطوره محمد عبد المنعم يعني ممكن يرجع. عندك الخبر اللي بعد كده طبعا محمد عبد المنعم قريب جدا من النادي الاهلي. بس بالنسبه لي انا محمد عبد المنعم ما يجيش النادي الاهلي عشان لو جه النادي الاهلي هيتدمر. هو هناك اصلا عامل مستوى جامد جدا، جامد جدا. بالنسبه لي مستوى اللي هو يعني مش جاسر، عامل مستوى جامد جدا. بالنسبه لي لو راح الاهلي هيدمر نفسه. ثانيه بس يا رجاله، بس ده خبر بس كتير قوي. قارة كاف، يعني فاهم قواعد الكاف عبر المواقع الأفريقية. يقول لك إيه بقى؟ كأس أفريقيا زاد إثارة من 24 فريق 28 فريق. حلو جدا، حلو جدا. هتبقى 28 فريق، هتضم كوت ديفوار، كاميرون، نيجيريا، السنغال، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ودول. هتزود ده عشان تزود البطولة يعني. بس اللي فات نجحت، النسخة اللي فاتت نجحت جدا. يعني مع المغرب يعني. بس رجع عشان بقى هشام النصر بيقول لك الزمالك انهى جميع قضاياه في الفيفا او سيستم الفيفا. هقول لك حاجه، الزمالك لسه يعني احنا النهارده الجمعه قبل الصلاه اهو بكام دقيقه. الزمالك لسه خلصت كل القضايا. ليه؟ الزمالك جمع حوالي 3 مليون دولار. جمع كده فلوس كده 3 مليون دولار وخلص البتاع. خلص كل القضايا خلاص. هو مثلا هيدفعها النهارده ويتعامل عنها بكره او النهارده بالليل بالكتير قوي. هو بكره بالكتير قوي الصبح، النهارده بالليل ان شاء الله. النهارده بالليل عشان يكون اسرع واقرب. طبعا ازاي خلص كل حملة مع الكسندريا الاوكراني اللي هو الملك الاصلي وخان الفينات بتزيرا. وطبعا خلص مع بريمان داي وايك السويدي او داي. يجي 3 مليون دولار ولا حاجه. بقول لك بقى الكسندريا لا نعلم شيئا بين الزمالك بشان تسويق مستحقات بيقول لك جمع المبلغ، مش دفع، لا جمع حوالي 3 مليون دولار، مبلغ كبير جدا. اتحاد الكورة ألزم الأندية يفتح حسابا بنكيا مستقلا خاص بنشاط كرة القدم ببدء من الموسم المقبل، ويضم جميع الرياضات مسروقات نشاط كرة القدم مع إعداد ميزانية مستقلة خاص بشركات كرة القدم الأندية. بيقول لك يعني لو هو بكل نادي كل شركة كورة زي كمان يعمل حساب مستقل خاص يكون يعني يكون يعني لا علاقة باتحاد الكورة المصري. لأن أنت مثلا أي حاجة دخلت خرجت بتسمع في اتحاد الكورة المصري. ده احنا ديت ممكن الزمالك عادي ممكن تلاقي اداره ممكن تتحبس فيها دي. انت تعرفش انت تعرف 3 مليون دولار جت منين؟ انت لا ما تعرفش. ممكن يكون ممكن يكون تبرعات، ممكن يكونش تبرعات ما تعرفش. بص هو في خبر طويل عليه بس انا اقول لك خلاص. بيقول لك لا يتم النظر في اي منازعات او اجراءات لم تكتسب الصفه النهائيه. بيقول لك يعني في يعني الايام انا يعني في يعني كصفه سيف زملكاوي. سيف محمد صابر الناس زملكاوي. الاهلاوي كان في الاعلام دوت في النت، على النت لا محايد. انا بقول لك كان في اعلام اهلاوي، انا زعلت جدا من الاعلام الاهلاوي. بيقول لك نادي الزمالك مش عارف ايه عليه 3 مليار. انت مالك انت؟ ما انت عليك يعني زيزو متوصف في اتحاد الكره المصري ب 5 مليون جنيه. هو اصلا بياخد يجي قول يا عم 100 مليون ده غير الاعلانات. يعني 95 مليون جنيه عليك ضرايب. فانت ما تفتحش بقى في دي. انت لو دخلت فيها رسمي اسمع مني، انت هتاخد قفا بنار، قفا بنار محترم. المكتب التنفيذي للكاف بقول لك خبر بعد كده سيعقد اجتماع الأحد المقبل في الرباط للمناقش عدد ملفات أبرز مقترحات زيادة مقاعد الأندية في البطولة الأفريقية. طبعا دي اتكلمنا عليها اللي هو في 16 نادي طلب من الاتحاد اللي هو يخش دوري أفريقيا. طلب من ادى طلب أو بيان.
طبعا امبارح اول امبارح النادي الاهلي كسب النصر التعدين اللي كان بيلعب فيها مصطفى محمد وسيف الدين الجزيري 5-1. مين جاب الجون؟ جردشار جونين، حسين الشحات جون، علي محمود جون، اشرف بن شرقي جون من قلبي. طبعا ده اعرف كان النادي الاهلي اصلا بقاله اكتر من 10 ايام عمل معسكر، بس متعرفش هو ايه، مفيش صوره ولا حاجه. المفروض بقى ينزلوا صور الماتش، لا ما نزلوش صور الماتش. احنا اهو فوق بقول لك على المدرب الجديد تاني كده، خبر المدرب جابوا لك يا عم اهو، يا عم مزعلش اهو. ابرز معلومات على المدرب فوق رازوفيتش ورسميه. اقول لك حاجه كمان، هقول لك كمان شويه. في هوايه بقى 34 فيديو يالا، اعمل لايك كده واشتراك يلا جديد. مرشح لقب نادي الزمالك هو فوق رازوفيتش، عمره 50 عام، وكان ابرز نجاحاته في السعوديه وكسب كاس الملك، كاس الملك 2018 مع الفيصلي، وحقق كاس الملك اللي هو الحرمين الشريفين مع الفيحاء على حساب الهلال. الهلال ويكسر الاتحاد السعودي في نصف النهائي. حصل على المركز السادس عام الفيصلي عام موسم 2017 2018. اسلوب التكتيكي بقى بيلعب ب 4-3-3 المتوازن، بيلعب 4-3-3 المتوازنة. اقول لك دفاع مش دفاع يا رأي الناس. اخر محطات تدريبية كانت مع فريق كالابالا الاماراتي يوليو 2024 الى فبراير 2024، وكاد يعني لعب 42 مباراة، فاز 13، تعادل في 13، خسر في 22. هو المدرب ده دفاعي يا جدعان؟ المدرب ده يا جدعان زي ايه؟ يعني مش دفاعي، هو مدرب فيه نزعة هجومية، بس هو ما دربش ولا فريق كبير. درب بس باربيزان بزوين درب باربيزان الصربي اللي هو زي باربيزان ورجل ستار ريد الرجل الأحمر. طبعا باربيزان المهم يعني من الآخر المدرب ده ما مسكش بس غير هو فريق واحد كبير، كل فرقة متوسطة أو تحت متوسط الجدول. تمام بس. طب ايه اكتر ماتش، اكتر تلات مباريات عربية فرجة كأس العالم؟ كان مباراة مصر والأرجنتين، التاني مصر واستراليا، الأول فرنسا والمغرب. طبعا مصر والأرجنتين 192 مليون مشاهدة، مليون مشاهدة. بص بقى سعد المجيد بيقول لك ايه، سعيد جدا بالانضمام هذا النادي التاريخي، وعد الجماهير بين التبادل كل ما لدينا يفوز بألقاب، اقسم بالله وعلينا النعم الوعد هيروح الأهلي، هيروح الأهلي. لا اله الا الله، ضيعنا من ايدينا خلاص، هو ضاع هو ضاع. الخبر اللي بعد كده مصطفى محمد جاله عرض من بيراميدز، بس ايه، وكلاء عرضوه على بيراميدز. بس انا بالنسبه لي ده لو جه بيراميدز هيعمل فورمه، مفيش بقى هيتدرب براحته وهيلعب براحته، مفيش اي جماهير ولا ضغط اعلامي زي اللي كان في الزمالك ولا حتى كان يروح الاهلي. يعني هيتدرب براحته ولا هيكون في اي حاجه تحصل له. عندك كولر بيقول لك ايه، عندما تخسر مع الاهلي، اسمع بس، عندما تخسر مع الاهلي الافضل ان تبقى في منزلك. ليه؟ عشان الجماهير هتاكلك، الجماهير هتاكلك وهتموتك حرفيا يا باشا. بص بقى المعسكر مبداش ليه، معسكر لغاية النهاردة يوم ايه؟ بص كده 24 الجمعة. لا يتم حتى الآن صرف مستحقات متأخرة للاعبي فريق الزمالك، كما يتم احترام موعد الانطلاق. معسكر الفريق استعداد للموسم المقبل. ليه اللاعب مش عايز تنزل معسكر ولا تيجي ليه؟ عشان المدرب برضه لسه ما جاش، بيقول لك بيفضوا مدربين، ويقول لك على اسمهم في مدربين كمان فوضوهم. بيقول لك كمان ان اللاعب مش هتنزل، لا مستحقات متأخرة يا باشا، ده البنزين. ما هو أسطوريو أول لما جه يعني ما كان في طاقة رهيبة جدا، هو عنده حوالي 60 سنة أو حاجة 50 سنة، يعني نقول كان داخل على الستينات. كان في طاقة غريبة وكان بيشتغل، بس أول ما كانش بياخد فلوسه بقى بقاش يتمرن زي الأول، بقاش في تدريبات زي الأول شديد ونشاط وسرعة، لا بقى تحس إن هو تعب وأرهق، يقول كده صدمة بدنية. بص يا رجالة بقى، بص الخبر ده، نادي الزمالك ليه رغبة في اللي هو يدخل الميركاتو الصيفي اللي هو دوت، ويبعت طلب لحل مشكلة الإيقاف في القيد التأديبي. أيوه، هدف واحد. حتى لو نخش بنسبة 1%،
هو نادي الزمالك عايز ايه؟ عايز يخش، عايز يعمل صفقات، وفي فلوس، في فلوس هيدفع من رجال اعمال. ده رقم واحد. رقم اتنين، ممدوح عباس بيخش على الخط يجيب لك كام صفقه كام صفقه سوبر مصري او اجنبي. ثالثا كمان في صفقات مصريه البطوله كان مخلص معاه، وغير كده البطوله خلص معاه بس لسه ما خلصتش. زي احمد عبد القادر مكمل بس بالنسبه لي خليه بقى الموسم الجاي بقى، خلاص مش هتلحق تجيب حاجه ولا معاك فلوس. بص بقى استيكو. بص مدربين بقى اللي ازاي بفوائدهم. المدرب ده كان ممكن بقول لك لسه خلصت معاه بنسبه 100%، قول بنسبه 90%. بقول لك اللي اسمه ايه، اسمه ستيكوفيتش. هو كان مدرب صربيا السابق ومشى يعتبر في 2025. هو مدرب، بيقول لك مدرب هجومي جامد. والمدرب اللي انا عايزه، اللي انا يعني محتاجه حاليا دلوقتي في الفتره ديت، هو بابلو فرانكو مارتن. مدرب الواقعي اللي دخل في بس 14 جول مع المغرب الفاسي. مدرب في نادي منتصف جدول. خسر اربع ماتشات. ات- آه، اتعادل 11 كسب 16. يعني كان معاش بس غير هو لاعب جامد بس، يعتبر فرقة من جديدة. سفيان بن جديدة لعيب سوبر. واقول له حاجة كمان جدعان، اللاعب دوت يعني طول فيه، يعني في مفيش لاعب ما نظيف. انت مفيش هنا يعني في هنا سرقة او لاعب يعني يقول كده حاجة غريبة. المهم يعني اللاعب ده هيجي ياخد 6 أضعاف اللي كان بياخده المغرب الفاسي. ليه؟ مثلا هو بياخد هناك 100,000 دولار، ياخد هنا ياخد 600,000 دولار. في لعب. ده مش بس اللي هو اللي التمييز السرقة، لا في لعب في لعب. طبعا مين اللي اعلن كده؟ الرئيس المغرب الفاسي ربنا يخليه. وانت حضرتك غير كده قبل ما تطلع دوس اللايك، اعمل اشتراك عشان الاشتراكات الصراحة عايزين نوصل 60 مشترك. وقام جاز التنبيه عشان تجي كل جديد، وسلام.